صرح في هولندا بيؤكد احتمال انتهاء علاقته بنادي اياكس امستردام، وبعض الناس بدات تتوقع هيرجع الزمالك، لا مش هيرجع الزمالك، وانه ممكن ينتقل لنادي اخر في اوروبا. احنا عشان نعرف حقيقه هذا الامر معنا على الهاتف كابتن احمد حسام ميدو مهاجم نادي اياكس امستردام. كابتن احمد حسام ميدو، مساء الخير. محمد مساء الخير. اهلا بيك. انا عارف ان الجو حر جدا عندك في هولندا. الجو تلج عندي في هولندا. ما احنا خد بالك النهارده زي هولندا، الجو عندنا تلج جدا برضه. خليكم تشوفوا شويه برد شويه من اللي عندنا. تمام. كابتن احمد حسام ميدو، في تصريحات على لسانك النهارده اثرت بعض الاهتمام او اثرت اهتمام الاعلام المصري. كان ليك تصريح كما نقل هنا في مصر ان انت بتقول في حاله انك هتجلس في ظل القياده الفنيه الجديده على دكه البدلاء سترحل عن اياكس امستردام. لا طبعا، لا، هو التصريح ما اتقالش بالشكل ده. التصريح يعني اتقال ان لو القياده الفنيه الجديده جايه لاياكس جايه بتطبيق سياسه معينه، وهي الدفع باللاعبين الصغيرين واللاعبين الشباب، ايا كانت ايه النتائج وايا كانت ايه وضع الفريق في الجدول بتاع الدوري او في بطوله اوروبا. فده هيحطني في موقف صعب جدا، لان الموضوع هيبقى بعيد عن الكوره. الموضوع هيبقى يعني التحدي في الفني او المستوى الفني هيبقى بعيد، لان خلاص في فكر ان انا هدفع باللعيبه الصغيره وخلاص. نعم. فقلت لو الكلام ده هو يعني لو هو ده الوضع اللي موجود حاليا، انا عايز اعرف الصوره تبقى واضحه قدامي. ان الكلام ده اتقال على فكره امبارح مش النهارده. نعم. عايز الصوره تبقى واضحه قدامي، ولو يعني وبعد ما الصوره توضح هناخد قرار اذا كان يعني هنكمل لغايه مع اياكس ولا في عروض موجوده هندرسها ونروح الثانيه. نعم. لكن النهارده كان عندي اجتماع مع المدرب، مع فرانك ديبور. هو راجل محترم الحقيقه، وراجل يعني اكيد كان يعني هو نجم كبير ولاعيب كبير، وتفهم موقفي. هو تفهم ان يعني ان انا راجل، اول حاجه ان انا مجيئي يعني في اياكس كان عن طريق مارتن يول. ومارتن يول طبعا مشي في الاسبوع اللي فات. وتاني حاجه ان في كلام كتير جدا بيصار في اياكس ان تطبيق السياسه الجديده ان هو ان هي يعني هتبقى الدفع باللاعبين الناشئين، وكان كل الكلام ده كان موجود في الاعلام، وموجود كانت مطالب كل الاعلام، ومطالب يعني كرويف والسياسه نادي اياكس نفسها. وده يمكن كان حمل ضغط كبير جدا على الفتره اللي فاتت يا استاذ محمد، وانت يعني انت شايف ان انا كان عليا ضغط كبير جدا من الاعلام الهولندي. مش عليا انا بس، هم بيحاولوا يطبقوا سيستم، وللاسف انا الضحيه بتاعت محاوله تطبيق السيستم ده. لكن الحمد لله ان الواحد الفتره اللي فاتت كان قوي واشتغل كويس، واجتهدت يعني جامد جدا في التدريبات، وان انا قدرت اوصل لمستوى كويس، ان انا قدرت ارغم يعني مارتن يول في وقت معين ان انا لازم ابقى موجود في التشكيله الاساسيه. والحمد لله اخر مباراه لما يعني اخر مباراتين المباراه نزلتها جبت جول الحمد لله وكسبت الفرقه، والماتش اللي بعديه بدات بصفه اساسيه، والحمد لله خدت مان اوف ذا ماتش، احسن لعيب في الماتش، وجبت جول وكان الشكل كويس. نعم. فالنهارده الكلام اللي كان مع فرانك، مع ان هو ان الراجل قال لي ان الكلام ده مش موجود، ان انا راجل انا محتاجك، وان انا راجل يعني الموضوع هيبقى تقييم فني بحت ما فيهوش اي علاقه بالسياسه نادي، تطبيق سياسه نادي، وان انت راجل من المهاجمين الاساسيين اللي عندي، وان الموضوع كله ان انا عايزك ان انت تجهز اكتر بدنيا، وان انت يعني مع المباريات اكتر هتبقى اجهز واجهز، وهستغلك في الفتره اللي جايه سواء من التشكيل الاساسي او سواء من على دكه البدلاء والنزول الشوط الثاني. نعم. فيعني انا الراجل النهارده انا حاسس ان هو صادق، وانا نفسي استريحت للكلام اللي هو قاله. وانا كلاعب كوره ما قداميش اي اوبشن او اي حاجه الا ان النهارده في مدرب جديد، مش هو المدرب اللي جابني، اللي زي ما اثبتت نفسي الحمد لله مع المدرب القديم مع مارتن يول، ان انا باذن الله بوعد الناس ان انا عندي عزيمه ان انا هثبت نفسي مع فرانك ديبور ومع الناس اللي موجوده الجديده في اياكس، وهيكون ليا نصيب في التشكيل الاساسي مره ثانيه، سواء في الفتره القريبه او الفتره اللي بعد كده. ايا كان هلعب بكره مش هلعب او مش هلعب الماتشات الجايه، لكن هيجي لي وقت بوعد الناس ان انا هيجي لي وقت هبقى المهاجم النمره واحد تاني بتاع اياكس، وبوعد الناس ان شاء الله يعني الفرصه مش هسيبها. يعني السنه دي انا مركز كويس جدا، وانا تعبت وربنا كرمني في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا، وهتعب تاني وربنا يكرمني تاني باذن الله. تمام. الكابتن ميدو، انت يعني غدا مش موجود في التشكيله الاساسيه لاياكس؟ لا لسه راجل ما خدش التشكيل، يعني
لسه ما نعرفش التشكيل. انا في المعسكر دلوقتي، لكن لسه التشكيل قبل الماتش يعني. انت متواجد في قائمه المباراه يعني؟ انا في المعسكر دلوقتي في 18. موجود في المعسكر، تمام. طب كابتن احمد حسام، يعني انت هل لديك عروض في يناير مثلا ممكن تنتقل الى نادي اخر في حاله ان انت شايف ان الامور افضل ليك انك تنتقل؟ يعني انا هدرس، هشوف دلوقتي. يعني الواحد الحمد لله بخبرته ان هو ممكن يقدر يعني يشوف الوضع ايه في خلال الاسبوعين 3 الجايين. لكن زي ما بقول لك دلوقتي ان انا حاليا يعني ما فيش تفكير. انا كنت التصريح اللي انا قلته ان انا راجل لو اداره النادي عندها اتجاه معين ضد وجودي في الفتره الحاليه، انا راجل برفع عنهم الحرج، وراجل يعني هتواجد في مكان ثاني يعني الحمد لله، لان انا الحمد لله عندي عروض. لكن لو العروض دي منين يا كابتن احمد؟ يعني من اوروبا ايضا؟ من اوروبا طبعا. مفيش اي تفكير ان اروح اي حته غير اوروبا يعني. مفيش اي تفكير في اي حاجه ثانيه. بدا يتردد في مصر ان انت احتمال تعود لنادي الزمالك مره اخرى؟ لا طبعا يعني مع كل احترامي لنادي الزمالك، والناس عارفه ان انا راجل ابن نادي الزمالك، والناس عارفه علاقتي قد ايه بحسام وابراهيم والناس المسؤولين في نادي الزمالك. لكن انا رجوع مصر يعني في الفتره اللي جايه دي صعب جدا. مش ما بتخطرش على ذهنك خالص فكره العوده الى مصر مره اخرى؟ لا يعني انا راجل الحمد لله مركز في المشوار اللي انا بداته في فتره رجعت فيها مصر، وبعد كده رجعت تاني بكملها، وان شاء الله اكملها لغايه الاخر باذن الله. تمام. كابتن احمد حسام كان معانا كابتن شوقي غريب منذ قليل وتحدث ان هو بتتم متابعتك من خلال الجهاز الفني للمنتخب المصري، وهناك احتمالات كبيره لضمك لمعسكر مباراه امريكا يوم 9 فبراير المقبل، اذا كان لك تعليق. لا ماليش تعليق والله. يعني الناس الجهاز اتمنى ان هو يكونوا متابعينا ويكونوا يعني بيتفرجوا على ماتشاتنا. الحمد لله بنلعب في بلعب يعني في نادي قوي ونادي كبير، والحمد لله يعني لو بشارك ولو بشارك يعني بصفه اساسيه وبحرز اهداف او حتى بشترك في شوط ثاني وبحرز اهداف. اتمنى ان يكون في متابعه، واتمنى ان يكون لي نصيب مع منتخب مصر الفتره الجايه. انا اكيد لعب منتخب مصر شرف لاي حد. طب كابتن احمد حسام، انت شايف فرصه مصر قائمه في التاهل لكاس الامم الافريقيه بعد النتائج الاخيره؟ هو الموقف صعب طبعا، لكن لازم يعني محتاج ان الناس كلها تبقى يعني متكاتفه، ومحتاج ان يعني نستفيد من كل اللعيبه اللي موجوده ومن كل الناس اللي موجوده. ولو الكلام ده حصل يعني ليه لا؟ يعني مصر كانت يعني موقفها صعب في الفتره بتاعت تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، والناس يعني قدرت تعدي وقدرت توصل لكاس امم وبل انها تاخد البطوله. فليه الكلام ده ما يتكررش تاني؟ هل بتتابع لسه الدوري المصري؟ انا بتفرج على الزمالك يعني كل ماتشات الزمالك بتفرج عليها لغايه حتى ماتش امبارح بني عبيد يعني اتفرجت عليه. كل الماتشات بتاعت نادي الزمالك طبعا بتفرج عليها. ويعني فخور بمستوى نادي الزمالك في الفتره الاخيره والمجهود الكبير اللي عامله حسام وكابتن ابراهيم مع الفرقه. نعم. ويعني الناس شايفه قد ايه ان فرقه نادي الزمالك دلوقتي بسم الله ما شاء الله بتلعب كوره كويسه جدا. نعم. وشايفه ان حتى يعني بقى في احترام للصغير قبل الكبير. وانا امبارح بتفرج على الماتش ما شفتش فرقه نادي الزمالك من سنين طويله ان هي كسبانه 3-4 والناس بتضغط في كل حته في الملعب وعايزه تجيب الخامس والسادس والسابع. ده اكيد يعني روح حسام حسن بقت متواجده في كل لعيب من اصغر واحد لاكبر واحد في نادي الزمالك، وهو ده اللي مخلي نادي الزمالك بالشكل اللي هو موجود عليه دلوقتي. ما بتتابعش مباريات الاهلي؟ لا يعني انا طبعا اكيد نادي الزمالك انا من زمان طول عمري بتفرج على ماتشات نادي الزمالك بس بحكم ان انا راجل زملكاوي يعني. نعم. طب هل ترشح الزمالك للفوز؟ عايز تدخلني انت، شفت عايز تدخلني في حته انت صعبه. كنت هسألك طبعا الاهلي يحتاج الى تعديل في الصفوف ام لا، ولك حق انك عايز تجاوب او لا براحتك يعني. لا والله سبحان الله ما اتفرجش على ماتشات الاهلي كتير. لكن يعني اي نادي في الدنيا بيبقى ليه كبوات، ونادي الاهلي بقى له فتره كبيره جدا متسيد الكره المصريه في الفتره الاخيره. نعم. سواء من ناحيه البطولات او سواء من ناحيه تواجد النجوم او سواء من ناحيه اللعيبه. واكيد هبوط المستوى ده بيحصل لاكبر انديه العالم. يعني اكيد ان مسؤولين النادي الاهلي عارفين الكلام ده، ولاعيبه النادي الاهلي كلهم كبار وعارفين الكلام ده. وجمهور النادي الاهلي يعني اكيد لازم يصبر على لعيبته، لان ياما لعيبته دي قدمت له احلى البطولات واسعدتهم قبل كده كتير جدا. فجه الوقت ان جمهور النادي الاهلي لازم يصبر عليهم. ويعني وانا طبعا يعني قريت حاجات كتير عن الناس بتطالب بالاعتزال والكلام ده. انا في رايي الشخصي ان دايما لما بيكون نجم قدم كتير لناديه وقدم كتير لبلده، يعني بيبقى نوع من انواع التكريم ان هو بتديله الحريه
في اختيار وقت اعتزاله واختيار الوقت اللي هو يحس ان هو خلاص مش قادر فيه، وده بيحصل في كل دول العالم. فانا اتمنى ان النجوم الكبار دول زي ابو تريكه وزي بركات وزي احمد حسن وزي وائل وزي ناس كتيره جدا، ان احنا نترك لهم الحريه ان هم يختاروا امتى ان هم يوقفوا، وهم اكيد عندهم القدر من الذكاء ان هم لما يحس خلاص ان هو مش قادر، يعني مش قادر ان هو يكمل، ان هو يقول انا خلاص ان انا يعني بطلت زي ما ناس كتير عملت قبل كده، وان انا مش قادر اكمل. هو كابتن احمد حسام ميدو، انا بشكرك جدا على رايك في هذا الامر وعلى كل التوضيحات اللي سبقت رايك الاخير. شكرا جزيلا. كان معنا من هولندا كابتن احمد حسام ميدو المهاجم اياكس امستردام الهولندي.